مساء الخير واهلا بكم وحلقه جديده من وصال برنامج المصريين مغتربين في كافه انحاء العالم. الف الف مبروك لمنتخب المغرب، فوز مستحق، وان شاء الله كل التوفيق لكل المنتخبات العربيه في هذا المونديال. حابين ان احنا النهارده نتكلم عن الكثير من الامور، اولها طبعا جوله الوزيره سهى جندي في المملكه العربيه السعوديه 6 ساعات. كان هو اللقاء المثمر ما بينها وبين الجاليه في الرياض. كان فيه الكثير والكثير من التساؤلات، طبعا كلها واعظمها واغلبها انصب على استيراد السيارات. كان فيه هناك كمان موضوعات الخاصه بالتامينات بعد طبعا يعني بلوغ سن التقاعد، وكان في كمان لقاءات مع الجانب السعودي وتيسيرات للمصريين في المملكه العربيه السعوديه. لقاء مثمر، وان شاء الله كمان هيبقى في المزيد من الجولات في عده بلدان قادمه باذن الله. اسمحوا لنا النهارده ان احنا نتكلم مع نجم من نجوم زي ما نقول الشباب في الخارج، وهو ايضا له باع طويل في الرياضه، هو محمد صلاح. بس مش محمد صلاح بتاع كره القدم، طبعا مو صلاح حبيب الملايين، لكن عندنا النهارده محمد صلاح المانيا. بنرحب بيك، وده تاني مرة نلتقي بيه. ومحمد صلاح كان كمان بطل كمال أجسام ومصارع روماني ومصارع روماني، وسافر لألمانيا وبقى بطل كمان في المجتمع المدني، وأصبح بطل أيضا في الحزب الاشتراكي الألماني. هنعرف أكتر وأكتر بس بعد نشرة أخبار وصال. نشرة أخبار المصريين في الخارج من وصال. ترشيح مصر رسميا لمقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. خلال زيارتها الرسمية للمملكة العربية السعودية، وزيرة الهجرة تعقد مباحثات مع مسؤولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لاستعراض أوضاع الجالية المصرية وتحقيق أفضل استفادة من قدراتها في إطار رؤية المملكة 2030. كرم الاتحاد الدولي للصحافة والإعلام في المملكة المتحدة النائب شريف فخري عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وعضو اتحاد المحامين العرب ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للقبائل العربية، وذلك تقديرا لدوره المجتمعي في تعزيز المحبة والسلام بين الشعوب. الجالية المصرية بفرنسا تلتقي بالقنصل العام الجديد في باريس. الباحثة المصرية داليا شتا تفوز بجائزة أمريكية تكشف علاجا لعدوى مرضى السرطان. 21 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022. يعني محمد صلاح في سطور قليلة هو مستشار اجتماعي بالمركز الرئيسي للجوء بولاية برلين، مؤسس ورئيس أول أمانة سياسية للمهاجرين بولاية براندبورغ بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بألمانيا. أيضا هو مسجل حاليا في دراسة الماجستير إدارة أعمال بجامعة بوتسدام، وهو أيضا كرم من قبل الحكومة في 2017 كأحد أفضل المهاجرين، وأيضا له الكثير والكثير من المجهودات والمبادرات والمشاركات الخاصة بالمبادرات الحكومية المصرية، وكان داعم لينا في التحركات الخاصة بإجلاء المصريين من يعني أوقات الكورونا، وأيضا لهم دعم كبير جدا في مبادرة مراكب النجاة. ازيك يا محمد؟ ازيك يا زعبل؟ التقينا في 2019، فما بين 2019 للنهارده أكيد في حاجات كتير اتغيرت داخليا وخارجيا. في قصة نجاحك بقى ايه اللي أضيف من 2019 لمحمد؟ يعني لو هنقول مثلا على واسمح لي اول ان اقول لك محمد على طول. طبعا طبعا هو طبعا انا عندي هدف يعني من اول ما رحت المانيا ان انا يعني ان شاء الله عاوز احققه.
وديت خطوات انا بسعى ان شاء الله لتحقيق هدفي الكبير. وطبعا من 2019 بالتحديد زي ما حضرتك يعني طبعا حصل تطورات مثلا منها يعني في الناحيه العلميه ان انا سجلت في دراسه الماجستير في اداره الاعمال. طبعا انا كنت انتهيت من الدراسه يعني في 2014 و15 اللي هي في علم اجتماع الدبلومه او اعتراف دولي. طبعا على المستوى السياسي انت كنت رايح المانيا لا تجيد حتى اللغه الالمانيه، لازم نقول ده. انا فاكره انا بدات من الصفر زي ما حضرتك بتقولي وتكرمت. يعني انا بدات من الصفر، يعني كان عندي هدف. طبعا انا خارج من مصر كنت بطل جمهوريه في كمال اجسام وكان معايا بكالوريوس وكان عندي هدف ورغبه ان انا اكون حاجه كويسه في المجتمع، يعني سواء في مصر او في اي مكان. فكانت هي المانيا حلم من وانا بطل كمال اجسام في 2005. وبعدين انا يعني بس وصلت المانيا يعني واصل يعني الصفر، ما فيش لا لغه ولا في اي حاجه. فابتديت اول حاجه ركزت عليها طبعا المجتمع مفتوح والامور مفتوحه. يعني طبعا كشاب كان عمري 23 سنه او 24 سنه، ان الواحد طبعا يعني مش قادر بالظبط يحدد اولوياته واهدافه. فانا اول حاجه ركزت عليها اتعلمت اللغه واجدتها، وبعدين اتميت الاعتراف بالشهاده الجامعيه بتاعتي، وبعدين ابتديت اشتغل واتدرجت الحمد لله في الشغل. وحاليا يعني عندي هدف علمي برضه عاوز احققه بعد الماجستير. وبالنسبه للسياسه الحمد لله في 2019 يعني انا اسست اول لا هنتكلم على الامانه. بس احنا اللي بنشوفه ده دلوقتي بعض الصور لمحمد او كابتن محمد في المانيا، ويعني ولقاءات عديده مع الجاليه ومشاركات عديده. وهتكلم الاول على مبادره مراكب النجاه، لان انت وانت بتسافر لالمانيا حاولت كتير ان انت تسافر بطرق غير شرعيه وما نجحتش، لكن الطريق الشرعي هو اللي افادك. فهنا الخبره بقى بتتحدث في هذه المبادره. يعني هو بالتحديد لما اي حد من الساده المسؤولين من وزاره الهجره او من اصدقائنا يعني بيتكلم معايا في الموضوع، انا بتكلم الموضوع من ناحيتين. يعني من ناحيه الواقع والخبره، الخبره اللي انا مريت فيها كشاب حالم وطامح ان هو يطور من مستقبله، وطبعا ده اغلبيه الشباب. وكان من ناحيه ان انا وظيفيا بشتغل في مجال الهجره واللجوء من 2016 بالتحديد. فطبعا انا مريت بالمراحل ديت وبحاول ان انا اشارك في يعني مثل هذه المبادرات بحيث ان انا اوعي الشباب، لان انا شايف ان دايما الشاب فينا بيكون عنده اندفاع يعني في بدايه العمر، ان هو مش الاهداف مش واضحه، هو وخلاص عاوز يسافر. طبعا بيحصل في النص امور كتير. طبعا اولادنا بيتعرضوا بس يسافروا، اصل السفر مش كل حاجه. انا مش مجرد وصلت مثلا برلين او باريس او نيويورك ان انا خلاص كده يعني وصلت لهدفي، لا. يعني ده بتبدا مرحله جديده وحاجه جديده محتاجه اولويات ومحتاجه اهداف ومحتاجه ترتيب الامور. فانا بحاول وبكون سعيد جدا ان انا اشترك في اي مبادره الدوله المصريه بتعملها، بحيث ان احنا شبابنا ما يكونوش فريسه للمحتالين او السماسره اللي بيتاجروا باحلامهم وبطموحهم. طيب من الحاجات اللي انت يعني كان حلو قوي ان انت كرمت في 2017 كاحد ابرز المهاجرين لالمانيا في الولايه بتاعتك. بالتحديد هو طبعا انا من يعني في اول كام سنه اشتغلت على نفسي ان انا اتعلم اللغه وان انا اتم شهادتي الجامعيه في جامعه برضه بوتسدام. وبعدين لما جت موجه اللجوء في 2015 واستقبلنا تقريبا فوق المليون شخص في 2015 و2016، كان في حاجه جديده ان مثلا الناس اللي هم مندمجين وان هم بيتكلموا مؤهلين ومعاهم الشهادات العلميه ان هم يشتغلوا. فانا اشتغلت في مجال اللجوء من بدايه 2015، وكان في نفس الوقت ليا نشاطات على مستوى الولايه في المجلس الاستشاري الاندماج مثلا. طبعا ساعدت كتير من اللاجئين خصوصا. اسمح لي مقاطعتك لان معانا على الهاتف الدكتور سعيد يحيى رئيس الجاليه المصريه بجده. اهلا بحضرتك يا فندم. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، مساء الخير عليكم ومنورنا دايما، واكيد سعداء جدا طبعا بزياره الوزيره يعني سهى جندي للمملكه. والله احنا كنا نتمنى انكم تكونوا موجودين كالعاده، يعني انتوا دايما المره الجايه ان شاء الله. اخبارنا ان شاء الله باذن الله، ربنا يبارك فيكم دايما يا رب ان شاء الله. كلمنا بقى عن اللقاء. والله لقاء النهارده احنا منتظرينه بقالنا فرصه طويله، واحنا الحقيقه بنشكر معالي الوزيره السفيره سهى
جندي على اساس انها اختارت اول محطه لها، اول زياره تقوم بها لدوله هي المملكه العربيه السعوديه، لان المملكه العربيه السعوديه فيها اكبر جاليه مصريه على مستوى العالم. احنا تقريبا حوالي 3 مليون مصري موجودين في المملكه العربيه السعوديه، بنساهم في كل برامج التنميه بتاعت المملكه العربيه السعوديه، اساتذه جامعات، اطباء، صيادله، مهندسين، عمال من كل حرفيين، كل فئات الشعب المصري موجودين هنا في المملكه العربيه السعوديه. حقيقه بنجد كل رعايه من الحكومه، حكومه المملكه العربيه السعوديه، والاخوه الصادقه من الشعب السعودي الشقيق. فزياره السفيره الوزيره للمملكه العربيه السعوديه اختيار موفق جدا لها. لقائها في الرياض استمر 6 ساعات، يعني لقائها مع الجاليه في الرياض استمر 6 ساعات. احنا بنذيع بعض الصور منه او يعني بعض المقتطفات منه. يعني اعتقد انتوا اللقاء برضه هيبقى مطول. هيبقى مطول لان هي في الحقيقه معالي الوزيره الاول بتعرض هي المشاريع والافكار والحاجات اللي انجزتها منذ توليها الوزاره حتى الان، ودي بتاخد لها حوالي ساعه. لان كمان ممثلين الضرائب والتامينات وهيبقوا كمان بيعرضوا جنبها. بالظبط، وكمان هي هتعرض النهارده لقائها مع المسؤولين السعوديين في الرياض. فهي اتقابلت مع وزير الموارد البشريه ووزاره الموارد البشريه، فهتعرض عليكم النتائج اللي تمت. ان شاء الله هتعرض علينا النتائج اللي تمت، وخصوصا بالنسبه للعماله، لان المملكه العربيه السعوديه عندها خطه انها تزود عدد العماله لمواجهه رؤيه 2030. فالعماله الاجنبيه اللي موجوده في المملكه النهارده حوالي 13 مليون، عندهم خطه يزودوا العماله الاجنبيه لغايه 23 مليون. فده هيحتاج ان احنا نستعد بمصر على اساس ان تكون العماله اللي عندنا عماله مدربه تدريب كويس جدا لمواجهه طلبات المملكه العربيه السعوديه، ولانها هي هتطلب اعداد كبيره جدا لانها مركزه على مصر، لان المملكه العربيه السعوديه حاطه كل ثقلها واستثماراتها بالنسبه لدوله شقيقه اللي هي مصر. طيب اللقاء تقريبا يعني الساعه كام بتوقيت القاهره؟ او بتوقيت اللقاء هيكون 7:30 بتوقيت المملكه العربيه السعوديه، يعني 8:30 عندكم في مصر. ان شاء الله. يعني تحياتنا لمعالي الوزيره وتحياتنا لكل رموز الجاليه، وبالتوفيق ان شاء الله في هذا اللقاء، ونتابعه مع بعض، وان شاء الله الحد القادم يعني نعرض كل ما تم في هذا اللقاء. شكرا دكتور سعيد يحيى. كنا بنتكلم عن تكريمك، ويعني وهذا التكريم عمل فيك ايه؟ بصراحه انا اتفاجئت بصحفيه المانيه انا ما اعرفهاش. هي بتتابعني من خلال مثلا نشاطاتي اللي هي سواء نشاطات تطوعيه او من خلال مثلا الشغل الرئيسي مع اللاجئين. فهي طلبت منه لقائي وان هي تعمل تصوير في المكان ما انا بشتغل وتتكلم معايا. طبعا انا ما كنتش مدرك ان هو التكريم هيكون بالشكل، يعني هم مثلا يعني عملوا لي زي صوره كده وكتبوا تفاصيلي، يعني مثلا انا يعني مصري الجنسيه ونشاطي السياسي واهدافي والكلام ده كلها وجهودي في المجتمع. الحاجه اللي كنت انا طبعا كشاب فخور بها ان انا شفت جنسيات مثلا من امريكا، في ناس من السويد، في ناس من النمسا. يعني حسيت بفخر ان احنا مش اقل من اي حد، احنا بالعكس لما بنعوز بننفذ. طبعا التكريم ده اتعلق في رئاسه مجلس المدينه لفتره كبيره، مش بس كان يوم، قعد شهور. طبعا يعني ده كان بيديني مصدر قوه وامل ان انا اكمل وان انا اواصل دراسه وان انا اواصل شغل واواصل الكفاح. وطبعا ده حاجه كانت دافع ليا كبير ان انا استمر واواصل على المستوى السياسي والمستوى العلمي. كلمني بقى عن الامانه اللي انت انشاتها الخاصه بالاندماج، وده برضو داخل الولايه اللي انت بتقيم بيها. هو في الحقيقه انا لما قررت ادخل العمل السياسي في المانيا
كان اختياري لما اخترت ما بين طبعا الاحزاب اللي هي بتميل اكتر للمهاجرين، فكان اختياري على الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعروف بالSPD. طبعا انا من 2015 تقريبا فيه. لاحظت ان في الولايه ما فيش امانه تخص المهاجرين او سياسه الهجره وسياسه الاندماج. الناس مثلا يعني طبعا محتاجين صوت لينا داخل الحزب. ابتديت ان انا اعمل من البدايه خالص في 2016 ترويج للامانه على مستوى المقاطعات، على مستوى المدن، على مستوى يعني كل الاماكن في الولايه. طبعا ولايه من اكبر الولايات ولها حدود مع بولندا وتشيك. طبعا الامر كان شاق، الفكره مش مفهومه، الفكر برضو يعني من ناحيه الهجره او الاندماج بالذات في الولايه برضو مش منفتح. طبعا واجهت صعوبات وعوائق وانا شاب مهاجر والمانيا مش سهله. لا، والالمان يعني ديريكت، يعني ما فيش هزار، ما فيش مرونه برضو بالقدر الكافي، هم بتوع شغل وانضباط. فطبعا كانت النظره ليا في الاول ما كانش حد مصدق، يعني كان في برضو جالي زي يعني زي ما نقول دعوات احباط، ان مش هحقق، مش هقدر احقق، مش هقدر اكون الكيان ده. طبعا استمريت وقدمت اول طلب لرئيس الوزراء اللي هو رئيس الحزب اللي بيحكم الولايه، هو اصلا من الحزب. طبعا الطلب الاول اترفض، بعدين استمريت، ما يئستش، كافحت كتير لدرجه ان كل المسؤولين دعموني، رئيسه البرلمان في الولايه، لحد ما جينا في 2018 اعترف بها رئيس الحزب ان احنا محتاجين امانه تخص المهاجرين. 2019 دي كانت اول امانه على مستوى كل الولايات. انشاتها على مستوى الولايه، لا على مستوى الولايه هي موجوده بالفعل. الامانه الفيدراليه للمهاجرين على مستوى المانيا باستثناء ولايه براندنبورغ او الولايات الشرقيه، عشان اكون موضح نقطه بالتحديد. فطبعا يعني نقول مثلا المانيا الشرقيه سابقا، يعني طبعا ده حاجه انا كنت منزعج منها. ليه ما يكونش لينا كيان داخل الحزب؟ انا ليه داخل الحزب؟ ليه هدف، انا عاوز اناقش سياسه الهجره والاندماج، عاوز يكون ليا صوت، عاوزين نتكلم، عاوزين نحسن الظروف، عاوزين نقترح قرارات. فالحمد لله اخذنا الموافقه المبدئيه كامانه مصغره، وبعدين بقينا امانه رسميه، لنا صوت في المجلس الحزب، مجلس اداره الحزب على مستوى الولايه. بنجتمع مع المسؤولين من اول رئيس الحزب والوزراء وكل المسؤولين، بنناقش قوانين، بنقترح قوانين، بنعرض قوانين برضه لو في قوانين مش مناسبه او في قرارات مش مناسبه. مهمه جدا هذه الامانه، خاصه ان في زياده في عدد المهاجرين لالمانيا بسبب حرب كمان اوكرانيا وروسيا. والله حضرتك يعني قلت نقطه مهمه جدا. هو بالفعل اصبح احنا معانا اوكرانيين كتير، واصبح احنا ابتدينا نتكلم طبعا بالتنسيق مع الامانه الفيدراليه، ان طبعا بيجي لنا لاجئين كتير من على حدود بولندا او مهاجرين غير شرعيين. فبالتالي احنا لازم نشوف احوالهم ونشوف امورهم، هل مثلا ايه العوائق الموجوده. انا بحكم خبرتي الوظيفيه بحاول انقل الصوره، بحاول انا بعيش معاهم في الشغل مثلا 8 ساعات يوميا، بحاول انقل الصوره ديت للحزب. بتكلم مثلا مع المسؤولين ان احنا مثلا محتاجين قانون مبسط، قانون الاندماج مثلا. لازم عشان الشخص يندمج 18 شهر على ما يتعلم اللغه، عشان يقدر ان هو يعمل تدريب مهني او يكمل جامعه. فبالتالي اللغه صعبه، فبيحصل سوء فهم وما بين الطرفين، الجانب الالماني والجانب المصري، لحد ما الجانب الالماني والجانب الاجنبي بشكل عام مش المصري، لحد ما الشخص الاجنبي يفهم. بيكون بيحصل سوء تفاهم كتير، وبالتالي بيحصل من الطرفين ناس بتستغل الامور ان دي الاجانب مش عاوزين يندمجوا وهيخربوا البلد وكذلك. فدورنا ان احنا بنحاول نقرب وجهات النظر ونقترح برضو قرارات، او بندي يعني بنقرب وجهة النظر ما بين المجتمع، خاصة ان في جانب بيبقى كمان عنده نزعة عنصرية. طبعا يعني مثلا بالنسبة لأوكرانيا احنا نظمنا حملات كتير وشاركنا مع منظمات مدنية ان احنا مثلا نقدم مساعدات للأوكرانيين على الحدود مثلا الأوكرانية البولندية. في كتير بصراحة، بس انا ما كنتش قادر ان انا اسافر معاهم، بمواد غذائيه وبملابس واشياء عينيه، بحيث ان احنا نساعد النازحين ونساعد الناس اللي هي بدون مأوى. طبعا برضو في وقت اللجوء من بيلاروسيا قبل اوكرانيا، فبالتالي علينا عبء ان احنا نناقش الامور ديت على المستوى السياسي، نتوصل لافضل القرارات الممكنه اللي هي تعود على المانيا بشكل عام، وتعود على المهاجرين بشكل خاص ان هم يندمجوا، ويكون المانيا موطئ قدم ليهم ان هم يقدروا يعيشوا فيها بكل سلاسه. انت كمستشار اجتماعي في المركز السياسي للجوء بولايه برلين، حابه ان انت تقول لي اصعب الحالات اللي قابلتها.
هو المركز ده المركز الرئيسي للاجئين. يعني اي لاجئ بيجي من العالم بيجي الاول عندنا، بعدين بيتم مرحله طويله ما بين الفرز والتوزيع، ما بين الفحص وما بين ممكن رفض الطلب او ترحيل يعني خارج المانيا بشكل عام. بيجي لنا حالات انسانيه كتير، مثلا بدون ذكر دول معينه، يعني بيكونوا ان هم يعني عاجزين ان هم يساعدوا نفسهم. طبعا قدامهم عوائق كتير جدا، البيروقراطيه الالمانيه صعبه جدا مش سهله، لازم ينتظر، لازم يصبر، لازم يكون صبور. فبالتالي انا كبدوري يعني المركز يعني بيجي لنا الاف الحالات او تحت ايدينا الاف الحالات. بحاول ان انا مثلا كمهاجر ومريت بتجربه ان انا بديت من الصفر في المانيا، ان انا انقل لهم الصوره وان انا ابسط لهم الامور وان انا مدي لهم ايدي بحيث ان هم يبقوا فاهمين ان الامور محتاجه صبر، وان مثلا ان هم عليهم دور لازم يعملوه. طبعا بتيجي عائلات، بتيجي اطفال، بيجي قُصّر تحت السن. فهو الموضوع بصراحه يعني كله مشاكل. يعني كل الحالات لها أهمية خاصة كله عندك. لا، هو احنا الاهميه القصوى عندنا احنا في المجال سلك الهجره واللجوء اللي هم اللي تحت السن، وبعدين اللي هم كبار السن، وطبعا المرأة مثلا او الحالات الخطرة اللي هي مثلا اللي هي عندها مشاكل صحية كبيرة جدا. وبقى بيتبقى بقى الشباب والكده، هم بنقول هم بيتحملوا، لان في فترة انتظار لازم ينتظروها، في فحص طبي، في بصمة، في يعني في امور كتير بيروقراطية لازم هم يعملوها. يعني احنا بنواجه الفترة الأخيرة بصراحة يعني في نسبة زيادة في وصلنا المهاجرين. لآلافات آلاف في اليوم. طيب يعني بغض احنا النظر بس حابين نقول ان احنا بنعرض بعض الصور ليك في نشاطاتك المختلفة في ألمانيا، وحابين نعرف بقى نسبة المهاجرين المصريين، هل في ازدياد ولا لا؟ والله هو مفيش احصائيه رسميه اقدر اتكلم بيها، بس هي يعني طبعا بالنسبه للفئات، بالنسبه للمصريين اللي هم الفئات اللي هي مثلا اللي بيجوا البلو كارد، الاطباء او المهندسين، هي طبعا في ازدياد. طبعا السوق الالماني، الاقتصاد الالماني الاقتصاد الرابع على العالم. انت قلت البلو كارد. البلو كارد، صنف لي بقى الكاردز. البلو كارد ده اعلى فئه للمهاجرين او بشكل عام للكفاءات. المانيا بتحاول طبعا، عندها تحول ديموغرافي، عندها اقتصاد الرابع على العالم والاكبر اوروبيا، فبالتالي عندها شغل كتير جدا، عندها فرص كتير جدا. بتحاول تجذب الكفاءات عن طريق البلو كارد، ان هي تيسير ليهم ان هم يجوا المانيا، ياخدوا اقامه ميسره، يقدروا يجيبوا عائلاتهم، يقدروا هنا المجتمع الالماني هو اللي محتاجهم، المجتمع الالماني فبيوفر لهم. طبعا. يعني انا بجيب شخص مثلا طبيب جاهز او مهندس او عالم او حرفي جاهز، بيبدا من تاني يوم مجرد وصوله لالمانيا ان هو يدخل يشتغل، ان كان مثلا على ماكينه او في مستشفى او في مدرسه او في فدولت البلو كارد. فدولت البلو كارد. بعد كده طبعا بقى احنا عندنا بقى يعني هي انواع الفيز كتير. مثلا في اللي هي فيز دراسه، طبعا ديت من اهمها، او عليها اجبار شديد من الطلبه ان هم بيدرسوا اللغه رقم واحد. وبعدين في ناس بتيجي عن طريق منحه، المؤسسه مثلا الداد بيقدم عن طريق منحه بشكل مباشر. وده حاجه انا بشكر حضرتك عليها، ان انا عاوز اوضح، بيجي لي اسئله كتير جدا، وبناشد من خلال حضرتك ان الشباب مش محتاجين وسيط ما بين ان هو يروح المانيا وما بين ان هو ياخد الفيزا. هو عليه يتعلم اللغه، وكل حاجه بقت موجوده على الانترنت. هيدخل على موقع السفاره هيلاقي كل التفاصيل، هيتبعها 1 2 3، ان هو يتعلم اللغه، ان هو يراسل الجامعه، ياخد الموافقه، يقدم على تاشيره ويوفي كل الطلبات وياخد فيزته ويروح بدون ما يقع فريسه في ايد السماسره. بصراحه يعني، لان ده حاجه بتزعجني، لان انا بشعر بالشباب. بخلاف فيزا الطلبه او الدراسه، في طبعا بقى انواع فيز ثانيه، الفيزا الطبيه، في مثلا ده للعلاج. ده للعلاج. طبعا بالنسبه للفيز اللي عمل المانيا، يعني لو هنرجع بقى للبلو كارد، هي شويه يعني مش شويه، هي صعبه. هي ما بتاخدش الا الكفاءات بشكل مباشر من بره. انما بقى الفيز الثانيه المتعدده كدراسه كلم شمل، في فيز مثلا للباحثين، في فيز للبيزنس، في طبعا الشنجن معروفه، ديت اهمها يعني. ده سياحه. ده السياحه. ده بالنسبه بقى للحفل اللي اقيم الخاص بتوزيع جوائز يعني ضد العنصريه والعنف، كان في براندبرج.
هذا الحفل كمان كان تنظيمه صعب، واعتقد ان انت كنت مشارك فيه كمان. هو كان في حفل قبل ما اجي على طول، لو حضرتك ده تقصديه. ايوه. كان عمدة برلين فرانشيسكا جيفاي ورئيس وزراء ولاية براندنبورج، كان ده الحفل انا دعيت فيه بصفتي يعني مؤسس ورئيس الشرف لأمانة المهاجرين. ده لو اللي حضرتك تقصديه ده من خلال شهر تقريبا. هاخد بس دكتور خالد. دكتور خالد. مساء الخير يا فندم. مساء. دكتور خالد ابو طهير، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا على الساده المشاهدين. من الرياض. من لا، من اوكرانيا. انا اسفه، انا سمعت استاذ وليد غلط، ما انا عشان كده عماله اخبط لك استاذ وليد على الايربيس. من اوكرانيا، اهلا بيك. تمام، اهلا بيك يا فندم. لا، انا توقعت الاتصال يكون عن شيء اخر. حابه ان انا اعرف الاوضاع عندك ايه يعني بعد اذنك، وكمان في تحذيرات كثيره في هذه الايام طلعت من وزاره الخارجيه المصريه. طبعا في الاول احب اطمن حضراتكم على كل ابناء الجاليه المصريه المتواجدين في اوكرانيا، كلهم بخير. الشيء الثاني، فعلا في الفتره الاخيره زادت التوترات ما بين روسيا وما بين اوكرانيا، وفي استهداف كبير للبنيه التحتيه، وده بيعرض حياه الناس هناك لخطر كبير، وبناء عليه توجهت وزاره الخارجيه بتنويه لمغادره الاراضي الاوكرانيه. ايوه. ولكن طبعا في اعداد من المصريين متواجدين هناك طبقا للظروف الخاصه ليهم، عندهم اسر او زوجاتهم او اولادهم عايشين هناك من فترات طويله وعندهم البيزنس الخاص بيهم، فمضطرين ان هم يقعدوا الفتره ديت، ما يقدروش ان هم يطلعوا لظروف خاصه بيهم يعني. طيب الملاذ الامن في هذه الظروف؟ في هذه الظروف ان اغلب الناس بتتوجه من المدن اللي عايشين في المدن الشرقيه، بيتوجهوا لمدن الغرب اللي هي فيها على الحدود مع الاتحاد الاوروبي والناتو، بتكون فيها امان اكتر. وطبعا كلهم لازم يجددوا بياناتهم وتواصلهم مع السفاره ومع الجاليه المصريه المتواجده هناك. طيب لسه انتم مفعلين الجروب الخاص بالتليجرام؟ طبعا يا فندم، في الجروب الخاص بالتليجرام، وكل المصريين المتواجدين على الاراضي الاوكرانيه بتواصل معهم بشكل شبه يومي مع السفاره ومع الجاليه المصريه. طيب اخر التعليمات الخاصه من السفاره المصريه؟ التعليمات اللي لازم كل المصريين اللي متواجدين حاليا يجددوا بياناتهم معانا اول باول، لان بيغيروا مكانهم. مثلا حد متواجد في مدينه بيتنقل لمدينه ثانيه لان هي فيها امان او فيها ظروف افضل، فلازم الناس المتواجده هناك تكون على تواصل دائم مع السفاره ومع الجاليه المصريه للبيت المصري، ويحدثوا بياناتهم اول باول. انا بشكر حضرتك جدا، ونتمنى ان احنا نبقى برضو يعني مزيد من التفاعل معانا، ونبقى متواجدين معاكم ان شاء الله في جروب تليجرام عشان نبقى متابعين كل الاحداث، وربنا يسلمكم يا رب وتنتهي هذه الحرب يعني اللي طولت قوي. فاصل قصير من وصال ونرجع نكمل حوارنا مع كابتن محمد صلاح. من مانهاتن وتحديدا من الحديقة الخاصة بتمثال الحرية، وورانا كل معالم نيويورك وشخصيات بتقدم لأول مرة من وصال، بتقدم قصص نجاح للمصريين في الخارج. احنا قدامنا فرصة ان احنا نخدم بلدنا بان احنا نتوحد ما نتفرقش. يعني احنا كنا لسه في لقاء مع الحاكم بتاع بنسلفانيا وكنا بنتكلم على النقطة دي، ان احنا we need to be united not divided. في اي مكان في العالم اللي عايز يشتغل يشتغل. يعني حتى في مصر في ناس بتشتغل ورديتين عشان تعمل فلوس، وفي ناس بتبقى قاعده لا انا ما اشتغلش، انا اشتغل مثلا في مجالي. يعني انا خريج تجاره مستني يجي لي وظيفه في التجاره، انا مهندس مستني يجي لي مهندس. من ضمن الحاجات الجميله اللي احنا اتعلمناها في البلد ديت التايم مانجمنت. تايم مانجمنت ده فيري امبورتنت ان احنا نفوكس عليه، ويا ريت الحكايه دي كمان توصل من الحاجات اللي احنا عايزين نوصلها لبلدنا. التايم مانجمنت، ما تضيعش وقت،
الوقت ده ثروه كبيره جدا ما تضيعش. كل ثانيه وكل دقيقه لازم تعمل فيها حاجه مفيده ما تضيعهاش، ولازم يبقى ليها معنى كبير ومش هتروح اكيد يعني. مصر دلوقتي هدفنا اللي احنا عايزين نعمل فرص عمل، عايزين المستثمر الاجنبي ده يجي ويجيب دولارات. العمليه دلوقتي اللي انت لازم اللي انت تخلي ازاي انت تحول الصحراء ديت لواحه خضراء، تعمل فرص عمل، تعمل مش مجرد اشباع رغبات المجتمع المصري، لا انت عايز فائض للانتاج تعمل له اد فاليو للمنتج ده، وبالتالي انت تصدره هتجيب عمله. وحواري مستمر مع كابتن محمد صلاح من ألمانيا، وبنتكلم عن الحفل الخاص بالعنف والعنصرية، وكان حفل انت شاركت فيه. انا وضحت لك انهي حفل اللي انا اقصده. تمام تمام. كان هو حفل خاص بالولاية، وكان حضره كمان رئيس وزراء ولاية برانبرج وعمدة ولاية برلين، وتم توزيع جوائز النشاط ضد العنصرية والعنف في مستشارية ولاية برانبرج. مظبوط. ده كان تقريبا بتاريخ 7 نوفمبر الشهر اللي احنا فيه. طبعا انا وجه لي دعوه من رئيس الوزراء ان احنا نشارك في حفل التكريم. طبعا حفل التكريم بيتم، ده كان ما بين ولايه برلين العاصمه وما بين ولايه براندنبورغ، للاشخاص اللي هم مش اتعرضوا للعنصريه، الاشخاص اللي هم لهم جهد في المجتمع الألماني لإدماج المهاجرين أو اللاجئين، اللي لهم نشاطات مدنية، نشاطات تطوعية، ساهموا بأشياء عينية أو بطريقة أو بآخر من وقتهم لإدماج اللاجئين. وفي ناس طبعا حاولت إن هي تقرب الصورة ما بين المهاجر وما بين الألماني. طبعا في مشكلة، هي ألمانيا بتكافح الموضوع ده بشدة ومكثفة، ودايما الحفلات دي بيحصل فيها مشاكل. هو يعني ممكن يكون في اختلاف وجهات النظر. يعني طبعا هي مش عدم يعني هي دايما في اختلاف وجهات النظر، لان طبعا في اختلاف في الثقافه وفي اللغه وفي الفكر وفي الدين وفي كل حاجه. هو كابتن محمد مش عاوز يقول ان كان ليه دور فعال في هذا الحفل. طيب هنعدي نخش بقى في موضوع السيارات واستيراد السيارات، واعتقد ده خبر يعني رائع جدا خاصه ليكم في المانيا. طبعا المانيا من الدول الصناعيه الكبرى في تصنيع السيارات، وطبعا عليها اقبال كتير جدا. وطبعا القانون ده انا شايفه يعني اثر كتير المصريين حول العالم مش بس في المانيا ان هو يتمكنوا ينزلوا سيارات. طبعا انا بتكلم على طفره في السيارات شديده الرفاهيه او الاكثر امان في السوق المصري. بتكلم برضو على طفره ان طبعا السيارات ده هتحتاج مصاريف وتحتاج هنا مثلا. طبعا بالنسبه للمصريين في الخارج، هو طبعا الشروط بيستقبل المعلومه عن طريق الموقع او التطبيق. يبتدي الموقع التطبيق يقول له مثلا انا عاوز السياره مرسيدس سي 180 او كذا، بغض النظر عن الانواع. بغض النظر يبتدي هو التطبيق يراسله او يقول له مثلا انت عليك التحويل. قدمت في التطبيق؟ لا او يعني لسه انا لسه بصراحه، بس يعني ان شاء الله يكون في يعني، لان بصراحه هي فرصه. يعني في اي حاجه مع الطلاق؟ لا ما فيش، لان انا موجود حاليا في مصر، وان شاء الله لما ارجع يعني نزل التطبيق وابتدي ان شاء الله، لان هي فرصه بصراحه. فرصه يعني على فكره كمان الاتاحه مش على طول، 4 شهور، فيعني لازم تبقى. هي بس النقطه اللي بتمنى يكون فيها تيسير او فيها يعني نراجعها، اللي هي الوديعه اللي احنا لازم نحطها مثلا للسياره نربطها 5 سنين. المبلغ ده لازم يكون عدى عليه 3 شهور. احيانا المبلغ ده بيتعدى ال $20,000 او ال $20,000 كوديعه. فبالتالي في بعض، يعني مش بقول كل، بعض المصريين مش متوفر معاهم المبلغ ده على مدار ال3 شهور.
فده مثلا ممكن حاجه ان احنا نحاول نيسرها او نشوف بالظبط نقدر نعدلها بحيث ان احنا نيسر على الجميع يعني. يعني وجهة نظر تحترم. أنا بشكرك جدا كابتن محمد صلاح، والخبير كمان في المجال الاندماج يعني في ألمانيا. أنا بشكرك جدا على وجودك معنا، ونلقاك بإذن الله في مراكز أعلى وأعلى في ألمانيا. شكرا. مشاهدينا ودايما على وصال، نلقاكم في أمن وسلام.